عندما قال هذه القصيدة العظيمة وسطرها التاريخ فقال: سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ذهبت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، وكأنني بين تلك الأهل منطرحا على السرير وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني، واشتد نزعي وسار الموت يجذبها من كل عرق بلا هون، وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا من غير زاد سوى الطيب والكفن، وأحملوني على الأكتاف 4 من الرجال وخلفي من يشيعني، وأحملوني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعوني، صلى علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لها لعل الله يرحمني، وأنزلوني على قبري على مال، ونزلوا واحدا منهم يلحدني، فكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني، وقال: هلوا عليه التراب، آخر النظرات، وقال: هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنان. في ظلمة القبر لا أم هناك، ولا أب شفيق، ولا أخ يؤانسني. اللهم